بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مراجعة سريعة على فصل الاستعاذة. الاستعاذة عرفناها لغة بأنها أهم أبو محمد طلب. طيب بعد نعم الالتجاء. طيب والتحسن. اصطلاحا عرفنا الاستعاذة اصطلاحا. نعم صوت عالي صوت عالي. طيب صيغ الاستعاذة كثيرة. من يذكر الصيغة الأولى؟ يلا أريد إيه ليش نزلت يدك؟ يلا هذا الصيغة الأساسية. طيب ماشي. أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم. أبو أنس أحسنت. أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا مسوينها طبقونها. طيب سؤال، هل لي أن أستعيذ في أثناء السورة؟ يعني ليس في بداية السورة. أستعيذ وأقرأ من القرآن، هل لي ذلك؟ لا تشرح لي ذلك. نعم. طيب لي ذلك وصلا ولا قطعا؟ يعني أقطع على الاستعاذة ثم أبدأ ولا وصلا؟ يجوز الوصل والقطع. طيب سؤال، انتبهوا لهذا السؤال الدقيق. أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أقول انتبهوا، أريد أن أصل الاستعاذة بالآية وصلا ويجوز لي. واضح السؤال؟ لا السؤال مو واضح ولا الإجابة ما فيه؟ السؤال مو واضح. أريد أن أستعيذ وأصل الاستعاذة بلفظ بآية في بداية الآية اسم لله عز وجل كما قلت الآن، كما مثلت. يعني هل لي ذلك ابتداء؟ لا لا ها أبو لا 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 ما أريد شرح. لا إيه أريد وصل. يجوز لي؟ يجوز لي وقف وصلا. بعد من عنده جواب؟ نعم يجوز. أنا دورك وينك؟ أحسنت. يجوز مع بعض الصيغ، لا يجوز مع البعض الآخر. لو كانت الصيغ التي تنتهي بالرجيم ما يجوز، لكن بعض الصيغ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم، الله لا إله. إيش الإشكال؟ ما في إشكال. ما ذكرت، أنا أريد تبحثون وتقرون. ما ذكرت أنا، لكن سهلة جدا. طيب متى تسر بالاستعاذة؟ غير أريد أيادي جديدة. حفظت هاي الأصابع أنا. متى تسر بالاستعاذة؟ تقرأها سرا. أنت رافع ايدك وما تعرف السؤال. ما ولا يهمك. إيه إذا كنت تقرأ منفردا إيه ماشي. ومتى يجهر بالاستعاذة؟ نعم. طيب ومنو خط حلو حقيقة؟ من عنده خط مضبوط حلو؟ قوم تعال أنا على السبورة. لا على السبورة خط ممتاز. من تعال مؤيد، يلا تعال بسرعة. عندنا اليوم إن شاء الله تعالى البسملة. البسملة هذه كلمة منحوتة. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة كلمة منحوتة. شنو يعني كلمة منحوتة؟
يعني منحوتة من لفظ طويل، بسم الله الرحمن الرحيم نحتت على البسملة. كثير هذه. الحوقلة منحوتة من ماذا؟ التهليل، التسبيح. طيب وهكذا. البسملة أول شيء نأتي إلى إن شاء الله تعالى هو لماذا كتبت بهذا اللفظ. طيب خطة حلو ولا لا؟ جيد. تلاحظون مكتوب باسم، حرف باء سين ميم، صح؟ والأصل هو شنو؟ الآن تعال اكتب تحت يا مؤيد، اكتب فقط جرد البسم عن الباء ورجع لأصله. كيف يرجع لأصله؟ لا، كيف يرجع لأصله الكلمة؟ كيف يرجع؟ اسم بهمزة إيش؟ وصل. فتكتب اسم بهمزة وصل. من حافظ منكم سورة العلق؟ حافظها؟ الفلق؟ العلق؟ اقراها. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. اكتب هذه تحتها، اكتب اقرأ باسمي. كيف كتبت؟ كتبت بألف همزة وصل. نعم، أنا همزة وصل. ما علينا من اقرأ، علينا باسم فقط يعني. طيب السؤال، لماذا كتبت بسم الله في البسملة هكذا وكتبت هنا هكذا؟ لماذا؟ نقول إن أصل بسم هي بألف همزة وصل، هذا الأصل. لكن كثرت عند العرب. العرب يقوم يجلس يقول بسم الله، يأكل يقول بسم الله، يشرب يقول بسم الله، يدخل يقول بسم الله، يخرج يقول بسم الله. فأسقط الألف حتى يخفف على لسانه، فأصبحت بسم. واضح؟ أصبحت بسم من غير ألف. وإن كانت الثانية أصلا في درج القراءة تسقط. واضح؟ الألف تسقط لأن همزة وصل. لكن إذا ما عديت بباء أو عديت بلام أو عديت بأي حرف، كيف تقرأ الاسم؟ تقرأ بكسر همزة الوصل. واضح؟ طيب، هنا عندنا من المسائل في هذا الباب، هل البسملة آية من كتاب الله؟ فنأتي ونرى التفصيل. في هذا المقطع الذي أمامكم يقول اتفق العلماء على أن البسملة جزء من آية في قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ هذه جزء من آية ما في خلاف. الذي يخالف القرآن، فهذا بالاتفاق. لكن اختلفوا هل هي آية من الفاتحة أم لا، فاختلف الفقهاء واختلف القراء. فنحن حفص نقرأ على قراءة أهل الكوفة، ونعد في قراءتنا بحفص نعد البسملة آية من الفاتحة. لو تأتون في مصاحفنا، يعني أعطيني مصحف، تبدأ الفاتحة بالبسملة. ماذا رقم خلف البسملة؟ رقم بإيش؟ علماء العدد. الآن نأتي لو ترون بسم الله الرحمن الرحيم وراء إيش؟ واحد. هذا مصحف من؟ مصحف أهل الكوفة وكذلك المكيين. لكن أهل البصرة وتابعهم كذلك أهل المدينة ما حسبوا البسملة آية من الفاتحة، جعلوا صراط الذين أنعمت عليهم هنا آية سادسة. واضح؟ وتبدأ الآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب، نقول لماذا أصبح يعني يعددون هنا آية وهنا آية؟ لأن الفاتحة تسمى ماذا؟ 7 المثاني، فلازم يجيب آية حتى. ولا إذا الآن أهل الكوفة يعني ما يعدون البسملة، أصبحت الفاتحة كم؟ 6.
فلهذا ماذا فعل أهل البصرة وأهل المدينة؟ جعلوا آية في وسط الآية الأخيرة وأصبحت 7 آيات. هذا على خلاف، هذا على خلاف. الراجح في المسألة والله أعلم أن البسملة ليست آية من الفاتحة، إنما هي آية أنزلت لكن ليست آية من الفاتحة بأدلة كثيرة يضيق المقام عن ذكرها. طيب نعم، فبدأ بإيش؟ بدأ بالحمد. ما قال إذا قال بسم الله، لو كانت آية من الفاتحة لذكرها الله عز وجل. خلاصة الكلام، إن لم تكن آية في الفاتحة فمن باب أولى هي ليست آية وين؟ في السور الأخرى. نقول خلاصة الكلام، احفظوا هذا إذا أتيت بسؤال بالامتحان أريد تجيبون بهذا: البسملة آية مستقلة في بداية سورة الفاتحة، ليست من الفاتحة. انتبهوا لهذا حتى لا يلبس عليكم. آية مستقلة في بداية سورة الفاتحة وليست من الفاتحة، وآية واحدة من المصحف كررت في بداية كل سورة. هذه فهمت ولا عيد؟ يعني ما تقول هي آية في بداية سورة البقرة، وآية في بداية سورة آل عمران، وآية في بداية سورة النساء، لا، تقول آية كررت لأن جاءت للفصل بين السور. أما في بداية الفاتحة ما الفائدة؟ تفصل بين ماذا؟ ما تفصل، ليس أمام الفاتحة سورة، فما في فائدة أن تفصل بين السور. قلنا آية مستقلة في بداية الفاتحة. هذا على خلاف يا أخوان بين القراء والفقهاء، واضح؟ وهي آية جزء من آية بالاتفاق في سورة النمل. حفظت هذه؟ من يستطيع أن يعيد علي؟ أريد أيدي كثيرة ترتفع. منو بيكم نعسان يا أخوان؟ يعني ما نايم الليل وجاي. أنا رأيتكم واحد يعني يتثاوب. كنا في درس الشيخ عبد الله البخاري الله يحفظه، درس 1.5 ساعة 2 ساعة، وبعد صلاة التراويح وانت صايم يعني تصير خب على قولة العرب. فاللي نام بدرسه، فنعس واحد بدرسه والله ضرب الميز في ايده هكذا، يعني كل أهل المسجد النايم والقاعد قاعد. قال ما أنت جاي تنامون ولا تطلبون درس؟ فأنا حقيقة نظرت إلى أخ يعني جالس يتثاوب، أنا من عندي يئست من الحياة، يتثاوب بأسلوب متثاقل. هذا السبب ما ينام للوحدة بالليل ل2 بالليل، والصبح عنده دوام عنده شغل، شيء أكيد. طيب من؟ نعم أبو سارة. هي جزء من آية في سورة النمل بالاتفاق، وآية مستقلة من سورة في بداية سورة الفاتحة. وهل هي آية مستقلة في بداية كل سورة؟ خلاف، والقول الراجح والله أعلم أنها آية واحدة تكررت للفصل بين. لكن نقول لماذا نثبت أنها آية؟ يلا، لماذا ما أثبتنا الاستعاذة أنها آية؟ لماذا نثبت أن البسملة آية؟ نعم، لأنها أنزلت في القرآن هكذا، ثبتت نزلت في القرآن وكتبت. طيب الآن عندنا مسألة: حكم البسملة عند افتتاح القراءة. المسألة الأولى: حكم البسملة عند افتتاح القراءة بأول السورة لا خلاف بين القراء في وجوب الإتيان بها. احفظوا هذا، لا خلاف بوجوب الإتيان بالبسملة في بداية السورة، لا خلاف، كلهم متفقون. لكن يأتي شخص ويقول طيب لماذا لا تقرأ البسملة في الصلاة إذن؟ نقول نحن ما نتكلم على الإسرار والجهر، نقول تسر وتجهر، لكن يجب أن تأتي بها في بداية السورة، يجب. واضح؟ طيب المسألة الثانية: حكم البسملة عند افتتاح القراءة بغير أول السورة. ولما نقول بغير أول السورة من أثناء السورة، يعني نقول من أثناء السورة ولو كانت بعد بداية السورة بكلمة. واضح؟ الآن قلنا معلوم عند الكل أن سورة براءة لا نأتي بها ببسملة في بداية السورة. واضح؟ طيب لكن لو أن إنسان بدأ يقرأ ثاني كلمة من براءة
طيب والابتداء قبيح كيف يقرأ؟ حافظ الآية الأولى من سورة براءة؟ ابدأ بدون براءة، بدون هذه الكلمة ابدأ. ابدأ بكلمة من غير براءة. فهمت السؤال؟ الآن إذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم براءة ما يصير، سورة براءة ما يبتدأ بها، لكن قلنا في أثناء السورة يجوز على القول الراجح، يجوز ولو بكلمة. كيف تبدأ بكلمة بعد براءة؟ من يستطيع أن يمثل؟ يعني تقول بسم الله الرحمن الرحيم من الله، ابتداء هذا شنو؟ عموما أريد أن أبين لكم، هذه مثلت لكم في سورة براءة، لو نمثل بأي سورة أخرى ولو بكلمة بعد، ما الحكم؟ الاستحباب، الاتيان بالبسملة مستحب ليس واجبا، واضح؟ وهذا لا فرق سواء كانت السورة سورة براءة أو غيره. يعني لو نأتي من الآية 10 من سورة براءة ونقرأ، هل لنا أن نأتي بالبسملة؟ مستحب، واضح؟ طيب، المسألة الثالثة، هذه المسائل مهمة تحفظونها يا أخوان. عندنا المسألة الثالثة حكم البسملة عند الجمع بين السورتين. مؤيد تنهض لنا على السبورة. الآن اختر سورة على ترتيب المصحف، سورة من الجزء عامة حتى يكون التطبيق سهل إن شاء الله تعالى. الفلق والناس، الفلق والناس. فتكتب آخر آية من الفلق. شنو آخر آية من الفلق بدون ما تقرونها؟ من شر حاسد إذا حسد. حفظه ما شاء الله. طيب، اجعل مجال، تعال هنا اكتب من شر حاسد إذا حسد. لا تكتب البسملة كاملة، اكتب فقط البسملة منحوتة، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم بالنص، ثم بعدها اكتب أول آية من سورة الناس. شنو أول آية من سورة الناس؟ أنت قل رب الناس. بس البسملة، بس شوية ابتعد، البسملة، وابتعد شوية اكتب قل أعوذ برب الناس. هذه البسملة وقعت بين إيش؟ بين السورتين. لكم في هذه المسألة 3 أوجه جائزة، 3 أوجه جائزة، لأن هناك أوجه أخرى. الوجه الأول هو قطع الكل. من يمثل؟ نقول قطع الكل يقرأ آية ثم البسملة ثم الآية. نعم. إذن من شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. هذا قطع الكل وهو أفضل الأوجه. الثاني وصل الكل. غيرك يلا، أنت تدري من ترفع عيدك، تدري ولا لا؟ من ترفع عيدك وأقومك أعطيك حسنات ولا ما تدري؟ تدرون بهذا ولا ما تدرون؟ كل حرف كم حسنة؟ يعني أنطيك هاي الحسنات الآن يمكن 100 حسنة يصير بها، ما تريدها في غنى لو ما تعرف. يلا، هذا وصل الكل. أنت إذا تعلمهم هذا الخطأ ما تأخذ حسنات، هذا خطأ. أريد وصل الكل. هذه الأمور سهلة، يلا ما أوصل شلون. لا، نريد آية في آخر سورة الفلق ثم البسملة ثم آية في بداية سورة الناس، وصل. نعم نعم. ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق. أحسنت، مع مراعاة الأحكام من إقلاب وغيره مع البسملة. واضح؟ كم بقي من الوقت؟ 10 دقائق. هذا الوجه الثاني.
الوجه الثالث الجائز من يعرفه؟ أنا لماذا لا أشرح لأن هذه الأمور معلومة، بعد ما جايين على الشيء الصعب. يلا يا أخي. قطع الأول يقف على آخر آية في السورة الأولى ثم يصل البسملة بالسورة الثانية. كيف؟ واضح يا أخوان؟ طيب، بقي عندنا وجه إن كانت نعم. هو قرب التنوين يا أخي. لا، تراعون آخر الآية، مفتوح مفتوح، مضموم مضموم، تنوين، تنظر مع الباء، تقلب، تخفي، وهكذا. واضح يا أخوان؟ طيب، الوجه الأخير الذي لا يجوز للتعليم فقط، لا يجوز بهذه الصيغة، لا يجوز. عامر، وصل آخر الآية، آخر السورة، الآية في آخر السورة مع البسملة وتقف ثم تبدأ. تستطيع تقرأ لنا إياها؟ أقرأها للتعليم، يجوز للتعليم. الآن هذا فائدة الروم والإشمام، أنا نبهتني على هذا الشيء. فائدة الروم والإشمام، لماذا هذا العلم يؤخذ في أحكام التلاوة الروم والإشمام؟ تقول مثلا قف على إياك نعبد وإياك نستعين، قف عليها بالروم. الروم يجب أن يأتي ببطء الحركة، فهو إذا ما يعرف الحركة شلون يأتي بها؟ ما يعرف. أكو ناس لحد الآن ما يعرف يستعين. نستعين مضمومة، مكسورة، مفتوحة. ففائدة الروم والإشمام أن تعرف آخر الكلمة. فإحنا متعلمين أن نقف على هذه الآيات بالسكون المحض، فلهذا ما نعرف حركة ومن شر حاسد إذا حسد، فالإقراها بالتنوين ضم أو بالكسر وهكذا. طيب، نعم. طيب، لماذا لا يجوز هذا الوجه؟ نعم، توهم السامع بأن البسملة هي آية أخيرة في السورة التي قرأت. طيب، كم بقي من الوقت؟ 5 دقائق. هذه مسألة مهمة جدا. هي البسملة إذا جاءت بترتيب المصحف مع سورة براءة، أو البسملة إذا ابتدأ بها بين سورتين على غير الترتيب في المصحف، فهذه مسائل مهمة. هذه نجعلها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونكمل البسملة، وإن شاء الله تعالى تمتحنون كذلك امتحان يومي.